السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. لازم نكون بنعمل كده مع الحمام خلال فصل الصيف. لازم الحركة دي والحاجات دي لازم نعملها عشان نخلي بالنا من درجة الحرارة العالية. لازم كل يوم او كل مرتين في الاسبوع انت طالع عند الحمام لازم تعمل كده. بعد ما تحط لهم الاكل والميه والحاجات دي لازم الحمام بتاعك جسمه يملى ميه، لان درجه الحراره والرطوبه العاليه مش هيستحملها زي ما بيستحملها الشخص العادي. يبقى احنا اللي طالعين ناكل الحمام بتاعنا، نسقي الحمام بتاعنا، لازم نقعد نعمل كده مع الحمام بتاعنا. النهارده يا جماعه جايين اوريكم النهارده ان الحمام وهو بيستحمى ازاي نخلي ان الحمام يستحمى لوحده عشان نخلي بالنا من درجه الحراره العاليه. قبل بس ما اخش معاكم في الموضوع، يا ريت ما تنسوش تعملوا لي بالاعجاب بالفيديو عشان يوصل لكل الناس وكل الناس تستفاد. ولو بتشوفني لاول مره ما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك كل الحاجات الجديده. النهارده يا جماعه بطلع، طبعا انت بتطلع تاكل الحمام بتاعك ولو بتنضف له وتحط له الميه وكل حاجه. بتيجي طبعا بعد ما بتخلص ده كله تبدا تجيب اي حاجه عندك فاضيه، جردل الميه فاضي، بلاستيكه، اي حاجه ان الحمام ينزل يملى جسمه فيها، ان الحمام يعوز جسمه فيها زي ما انتم شايفين قدامكم كده. اي حاجه متوفره عندنا نقدر نستخدمها في البيت، حاجه كبيره طشت كبير، جردل ميه، جردلين، 3، المهم ان الحمام يملى جسمه منه. طيب جردل الميه ده بيبقى ميه عاديه، بيبقى ميه عاديه وممكن بنحط عليه ماده كمان، ماده اسمها الاكسوميثرين. ايه ماده الاكسوميثرين ده دواء بنجيبه من الصيدليه البشريه، بنحط منه غطا او غطاين على الميه اللي موجوده قدامنا دي. طيب نحطها له امتى؟ نحطها له بعد الحمام ما يشرب. يعني انت طالع اكلت الحمام لازم الحمام بتاعك يكون شارب كويس جدا جدا قبل ما تعمل معاه الموضوع ده. طيب ليه لازم يكون شارب كويس جدا؟ عشان ما يشربش من الميه اللي فيها العلاج اللي هو بيقتل الحشرات عنده. يعني الموضوع ده بيفيدك حاجتين، ان هو بيرطب على جسم فرد الحمام، زائد تاني حاجه ان هو لو في عنده حشرات او اي حاجه ماده الاكسوميثرين اللي احنا حاطينها دي بتقضي على الموضوع ده. يبقى احنا طالعين مرتين 3 في الاسبوع نعمل الموضوع ده. بعد الحمام نتاكد ان هو كل وشرب كويس جدا، نجيب اي حاجه عندنا، جردل ميه، بلاستيكه، اي حاجه من الحاجات دي لازم يا جماعه الحمام يملى. هتلاقي بص حتى فرد الحمام ده بعد عمل قعد في الارض، لان الرطوبه ودرجه الحراره العاليه مأثره عليه. كل حمام نزل غطس في الميه هتلاقيه قاعد على الارض، طبعا عشان درجه الحراره اللي كانت موجوده بترطب على ايه؟ على جسمه. يبقى احنا لازم نعمل الموضوع ده، لازم نعمل الحوار ده يا جماعه عشان نقي من درجه الحراره العاليه اللي موجوده عند الحمام. فصل الصيف مهم جدا جدا مع الموضوع ده، ان احنا نحمي الحمام بتاعنا عشان ما يحصلش معاه اي مشكله من المشاكل اللي بتقابل الحمام دي. لازم يا جماعه مره او مرتين في الاسبوع لازم نعمل كده للوقايه من درجه الحراره العاليه. انا حبيت اشارككم الموضوع ده يا جماعه، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت ما تنسوش تدعموني بالاعجاب بالفيديو عشان يوصل لكل الناس وكل الناس تستفاد. ولو بتشوفني لاول مره ما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك كل الحاجات الجديده. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.